معكم البنات سهير في هذه القناه. كنكبروا مع بعض بكلمه وبلحظه وبنيه صادقه. موضوع اليوم غيكون على الرجل اللي كيكون عنده جوج وجوه، واحد للناس وجه واحد اخر ومراته. اخي وصديقي، بغيتك تسول راسك واش كتضحك في الزنقه وكتعبس في الدار؟ واش كلشي كيستافد من حسن الخلق ديالك الا مراتك؟ ماشي عادي تكون ضاحك وناشط على برا وكئيب معها، راك كتعذب في قلبها وانت ما واعيش. الا كنتي كدير هاد التصرفات، فهاد الفيديو غادي يكون بمثابة مراية باش توقف وتبدل من اليوم. علاش كتكون زوين مع الناس وقاصح معاها؟ كدير جهد باش تبان مزيان على برا، حيت كتهتم بالصورة ديالك. في الدار كتحيد داك الماسك وكتطلق المزاج ديالك بلا حدود. مراتك ماشي حيض وماشي مكب نفايات ديال الستريس ديالك، راك كدير ضرر عاطفي خطير، وهذا الشيء كيغير ليها النفسيه ديالها. اللي كتفرقوا على برا من حقها حتى هي تاخذ منه. الضحك، اللطف، الكلام الزوين، الاهتمام، كلها عمله ديال الحب. علاش الناس كياخذوه كامل وهي ما كيشيط لها والو ولا كيشيط لها الفتات؟ مراتك محتاجه تشوف الوجه الحنين ديالك، ماشي مخليه غير لصحابك. بهادشي اللي كدير كتقتل الثقه اللي بيناتكم وانت ما حاش، كتخليها تحس بلي هي ماشي مهمه وماشي جذابه وماشي محبوبه، وهذا الشيء كيخليها تسد وما تبغيش تعبر، كتبعد وكتولي بارده، وهي في الاصل كتغرق من الداخل ولكن في السكات. ملي وصلتي لهاد الدقيقه من الفيديو اخي وصديقي، فاكيد كتنتظر الحلول. اول حاجه ننصحك بها انا كلبنى سهير هي راقب النبره ديال الصوت ديالك في الدار. بادر بالابتسامه وبادر بالكلمه الدافيه منك لها، اعطيها نفس الطاقه اللي كتعطيها لبرا. حاجه اخرى هي انك شكرها على مهنه ربة البيت اللي كتقوم بها على اكمل وجه، واللي مخلياك عايش في نظام، عايش في النقاوه وكتبنن الشهوات من يديها. وهذا الشيء جو هي اللي خلقاته، خاصك تشكرها عليه، حيت هذا الشيء اللي كيخليك مركز في خدمتك وفي حياتك المهنيه. عرف قيمتها وقدر تفاصيلها الصغيره. وفي الاخر غنقول لك مازال عندك فرصه تعاود تشعل الشراره ديال العلاقه، ولكن بدا من الملامح ديال وجهك معها. خلي مراتك تشوف فيك نفس الوجه اللي كتوريه الناس. وصلنا لاخر الفيديو، تهلا لي فراسك الى فيديو جديد ان شاء الله.